طبعا سلسلة سلاحف النينجا 2012 واحدة من اكتر سلاسل الكرتون الايقونية في التاريخ. فاحنا في الفيديو بتاع النهاردة بقى هنبدأ سلسلة جديدة ان احنا نلخص المسلسل من اوله لاخره، وطبعا هنبدأ النهاردة. بس قبل ما ابدأ، لو وراك صلاة او حاجة مهمة روح خلصها الاول، الفيديو كده كده مش هيطير. ويلا بينا ندخل في الموضوع. الحلقة الأولى واللي بعنوان رايز اوف ذا تيرتلز بتبدأ بإن احنا بنشوف الأربع سلاحف بيتمرنوا قصاد بعض، كل واحد فيهم بيستعرض قوته على التاني، لكن اللي بيكسب للمفاجأة رافائيل اللي بعد ما هزم ليوناردو. دي حاجة المفروض يعني لو انت بتتابع السلاحف كتير متوقع ان ليوناردو هو اللي هيكسب مش رافائيل. بعدها بيظهر لأول مرة سبلينتر اللي هو طبعا أحمد خليل، عامل دور ممتاز جدا، وبيصادف إن دي الذكرى السنوية رقم 15 للسلاحف من ساعة ما اتحولوا، فده بيخلينا نسمع الباك ستوري لاول مره طبعا من سبلينتر وازاي هم اتحولوا. ومتهيألي دي افضل نسخه للقصه بتاعه التحول. وان سبلينتر في مره كان مروح البيت ومشتري 4 سلاحف صغيرين، فوهو ماشي شاف شخص كده شكله غريب مستريحلوش، فقررت أن أتبعه. ففضل يمشي وراه لحد ما بيطلع هو واتنين كمان بيحاولوا يعترضوه، يقولوا له ان انت ما ينفعش ان انت تكون موجود في المكان ده، وده اللي بيؤدي لاشتباك. وهم وقتها كانوا ماسكين معاهم ماده غريبه كده. الاشتباك بيحصل والماده بتقع والسلاحف بيقعوا، وانت عارف طبعا ايه اللي هيحصل. التأثير جه على السلاحف لان هم اخر حاجه لمسوها كانت بني ادم، والميوتيجين ده بيحول اي حد اخر حاجه لمسها بيبقى حاجه شبهها. المهم وهو متسلل داس على فار بالغلط، فده خلاه يتكشف. طبعا سبلينتر اخر حاجه لمسها كان فار، فهي دي قصه بتاعتهم وتحولوا بالشكل ده. المهم بما انهم تموا 15 سنه بيكونوا عايزين ان هم يطلعوا للسطح. بعد ما تحايلوا عليه فعلا بيخليهم يطلعوا، ولما بيطلعوا بيدوقوا البيتزا لاول مره وبيحبوها، وبعدها بيشوفوا جماعه بيخطفوا ابريل ومفروض ابوها، لكن بعند من دوناتيلو بينزلوا ومفروض بيواجهوه. وليوناردو بيقول لهم ما ينزلوش، لكن اصرار دوناتيلو ان هم كلهم ينزلوا وبيتهزموا بطريقه طبعا مهينه جدا. المهم قبل ما كرانج ياخدوهم ويهربوا، واحد منهم بيتبقى ومايكل انجلو بيهزمه، وبيلاقي جواه زي مخ كده، فيروح يقول لاخواته وما يصدقوش عشان يرجع يشوف يلاقي الجسم والمخ الاتنين اختفوا. المهم بعدها بيطلعوا عشان يحكوا لسبلينتر اللي حصل، وكل واحد بيحط اللوم على تاني لحد مايكل انجلو ما يبقاش حد يحط عليه اللوم، فيقوم بقى اي كلام يقوله خلاص ان هو يلوم سبلينتر، بس هو ما كانش قاصد. ويطلع بقى حق فعلا ان سبلينتر المفروض ما كانش يطلعهم من غير ما يتعلموا ان هم يواجهوا كفريق، علشان في الاخر يطلعوا السطح تاني ويعملوا خطه عشان يوقعوا السواق بتاع العصابه دي، يحاولوا يوقفوه وتحصل مطارده. وركز بقى على النقطه دي، ليوناردو بيوقف العربيه بانه يحدف نجمه نينجا على الكاوتش من بعيد فتبوظ. وركز قوي على النقطه دي عشان هنحتاجها كمان حبه صغيره قوي. بيطلع من الشنطه دي شكل الماده بالظبط اللي حولت السلاحف، ودي كده نهايه الحلقه الاولى. المهم بعدها كجزء من الخطه اللي هيعملوها علشان يبقوا هم فريق كويس، سبلينتر بيفكر كتير جدا 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 عشان يخلي مين القائد، وقعد مده طويله وكان قرار صعب فعلا. سأفكر فيه مليا. إنه ليوناردو. المهم بيستجوبوا السواق ويعرفوا منه ان هم اسمهم الكرانج، وان هم حاليا بيخطفوا كل العلماء اللي في المدينه، والمفروض هيطلعوا بيهم لبره المدينه، بس الراجل السواق ما يعرفش فين بالظبط. فطبعا سنيك اللي هو السواق ده بيعرفهم المكان وان هم بيراقبوا من بعيد كده، بس سنيك بيهرب منهم وايه بيستخبى كده عشان يتصنت عليهم، فبيعملوا نفسهم كانهم عاملين خطه ان هم يخشوا بالعربيه فالناس تفتكرهم هم، فده يخلي السواق ان هو يسمع الخطه دي ويفتكر ان دي الخطه الاصليه، لكنهم كانوا بيضحكوا عليه بس مش اكتر. ولما بيرجعوا ليوناردو بيفكر في الخطه اللي ازاي بيها يقتحموا المكان، كان خايف من الفشل لكن طبعا بيظهر له سبلينتر وبينصحه. وركز بقى على الحته المهمه دي بقى هنا عشان هيحكي الماضي بتاعه مع واحد اسمه اوروكو ساكي، وان هو زمان في اليابان هو واوروكو ساكي حبوا واحده واللي هي تانج تشين، بس هي اختارت هاماتو يوشي اللي هو سبلينتر على اوروكو ساكي، وده اللي بيولد حقد وغيره وكره كبير جدا من اوروكو ساكي، وده اللي بيخليه يروح علشان يقتله. وفي وسط فايت قوي جدا تانج تشين هي اللي بتموت، وهاماتو يوشي ما بيبقالوش اي حاجه في حياته، بنته ومراته بيضيعوا في الحريقه وما تبقالوش غير الاربع سلاحف دول. وبيقول لي ليو ان هو اختاره لسبب ما، والسبب ده هو هيعرفه لوحده. المهم بينفذوا الخط ويجيبوا العربيه علشان تشتتهم وهم يتسلقوا من الناحيه التانيه ويقتحموا المكان، وكلهم هناك بيشوفوا طبعا شكل الكرانج اللي هم بالمخ وكده. محدش كان مصدق مايكي في الاول، بس بعد ما شافوها طبعا انفعل وكده، فحصل دوشه وضربوا الانذار. وقت بقى التشتيت اللي
حصل بتاع الشاحنة بيحصل ان المحول بيدلق على سنيك واللي بيحوله للهيئة المريبة دي. طبعا بيخش جوه عشان يحاولوا يطلعوا ابريل وابوها، لكن طبعا بيحصل بعد الانذار ان هم بياخدوهم ويجروا علشان لما يطلعوا يصطدموا بسنيك طبعا بعد ما تحول، والكرانج يطلعوا بيهم على هليكوبتر. في الناحية التانية بقى السلاحف التلاتة بقى المرة دي هم اللي بيواجهوا سنيك. دوناتيلو بيطلع بيعرف ينقذ ابريل بس ما يعرفش ينقذ ابوها، والناحية التانية السلاحف بيقدروا يهزموا سنيك بان هم يقربوه من المولد. المهم بيوصلوا ابريل وبيعودوها ان هم هيحاولوا يلاقوا ابوها طبعا ويشوفوا حوار الكرانج ده. بعدها ليوناردو بيرجع يحكي لسبلنتر عن اللي حصل وبيبقى مبسوط منه جدا، ويقول له انا عرفت ليه انت اخترتني قائد، عشان حسيت فيا روح محارب عظيم وان انا اقدر اقودهم واحميهم وكل الكلام ده. لكن سبلنتر بيقول له لا، انا بس اخترتك كده، مفيش صح وغلط، اختيار عشوائي، كلها بس اختيارات. ودي هتبان اجابه مبهمه لكن هنعرفها قدام قوي، هنعرف بقى ايه السبب. المهم دلوقتي بيلاقوا في الاخبار حاجه مهمه جدا. في النشره بتاعت التلفزيون بيقولوا ان هو في نينجا في نيويورك. ليه بقى؟ فاكر لما قلت لك ركز معايا على النجمه اللي اتحدفت؟ هم شافوا النجمه دي بقى وقال لك ان في كده نينجا في نيويورك. اي حد هيشوف الخبر ده هيقول حاجه لطيفه الا شخص واحد بس. طبعا جابوا له الخبر متسجل، هو اوروكو ساكي. شريدر في اليابان بيشوف النجمه دي فبيعرف منها حاجه مهمه جدا، ان عدوه اللدود هاماتو يوشي لسه عايش وموجود في نيويورك، فبيحضر الطياره ويسيب اليابان مخصوص علشان يروح. وكده بتنتهي الحلقه الثانيه. افتتاحيه قويه جدا للموسم وبتحطك على الاحداث كده بشكل كويس جدا وتعرفك كل واحد عمل ايه وما عملش ايه. في حلقتين بس عرفت احداث القصه كلها. افتتاحيه قويه جدا وبتعرفك الدنيا ماشيه ازاي في المسلسل ده وايه الباك ستوري وعداوه شريدر وسبلنتر، كل حاجه مظبوطه. فانت قول لي رايك في الفيديو ده، وهل شايف ان احنا محتاجين نكمل في السلسله دي بشكل كبير ولا ايه الدنيا؟ وبس، سلام. ذو القناع الأزرق هو ليوناردو يحارب بالسيف كل من يعترضه، أما دوناتيلو فهو بارع في الآلات، رافائيل شاذ لا يحب